ماشي الاستاذ حضرتك هو اهلاوي ولا زملكاوي؟ زملكاوي. كويس والله. في بدايه الثمانينات، كان في الاسبوع قبل الاخير كان الزمالك بيلعب في المنصوره، اللي هو الزمالك خد فيه بطوله الدوري بسبب الماتش ده. كان في مهاجم في المنصوره اسمه محمود درويش، الله يمسيه بالخير. ده في احدى الهجمات من على بوز ال 18 كده بيحاول يلعب الكره بالعرض، راحت منه دخلت يعني راح للجون، وكان عادل المأمور متقدم شويه، فراح لحقها ونام بيها جوه الشبكه الجانبيه. الحكم عبد الرؤوف المرشدي كان احتسب هدف. احتسب هدف للمنصوره، هدف مليون المية. الرايه قال له تسلل، قال له تسلل ازاي؟ ما حدش عارف. القيامه قامت والدنيا باظت والاحتياطيين بتوع المنصوره نزلوا. الرايه ادعى انه اتضرب، وجاء ممدوح مصباح طبيب الزمالك ملأ راسه مارك كروم ولف الشاش وعمل وكأن حصل ايه، واتهموا محمد الهادي. 37 دوري اتهموا محمد الهادي اللي هو نجم المنصوره القديم رئيس نادي السنبلاوين حاليا بانه ضربه بازازه الكوكاكولا وفتح له راسه، واتشطب او اتوقف محمد الهادي لمده عام كامل.